اللي في قلوب الناس، مش عارف طب انا اعمل ايه. هو انا ربنا قال لي ربي كده فانا ربيت، فمقابل ما ربيت لقيت النتيجة كده. طيب اعمل ايه بقى؟ يعني ما كنتش ربيت، يعني انا ما كنتش ربيت عشان كان يبقى معايا في ظهري والسنة دي. طب انا ربيت ربنا اولي فإن ربي. طب اعمل ايه بقى؟ يتغدر بيه في بيت خالته، هي مترتبة. فلقيت واحد من الناس بالاسم بيقول ايه، هي دي والدة المتوفي. هو بقى متوفي ده بيقولوا متعور في المستشفى. طب ايه يعني هي كانت خناقة؟ طب هو طب هو ايه؟ طب هو ليه؟ دي كده مش المشكلة بقى، ده الأساس كده في إسلام الدين وتم استدراج. بس مين اللي استدرجه؟ مين؟ أختي اللي هي خالته. أنا جاي عنده ضيف وفي خناقة تحت البيت، أنا كخالته هنزله؟ ده كان كمين معمول لابني وبسكينة في صدره ويجي خبطه مية. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة، واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام من الغاية إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الغربية، مدينة طنطا، منطقة اسمها منطقة نايف. إيه اللي حصل؟ إحنا في رمضان عندنا عاداتنا وتقاليدنا إن إحنا بنروح نفطر عند بعض، برغم غلاء المعيشة وارتفاع أسعار اللحوم والفراخ والناس عايشة بضنك، لكن في رمضان بالذات بندخل عند بعضينا، بنفطر عند بعضينا. زمان كانت تبقى عيبة إن نعزم الناس على فراخ، لكن تحت الظروف الاقتصادية دلوقتي الناس بقت بتعزم بعضيها إن شاء الله حتى على جوانح ورجلين، ظروف كده، لكن لازم نعزم بعضينا. كمان ده مش بالنسبة للأصدقاء والجيران، ده حتى بالنسبة للجرايب، حاجة اسمها صلة الرحم. الجريمة اللي حصلت النهاردة دي سبحان الله كانت بسبب صلة الرحم. شاب اسمه إسلام جمال عنده 32 سنة، متجوز وعنده بنت، شاب صغير خالص، شغال مندوب مبيعات، الكل بيشهد بأخلاقه وأدبه وبره بأهله. إسلام طبعا مستقل بحياته هو ومراته وبنته وعايشين، لكن شهر رمضان راح فطر عند أمه، وده شيء عادي جدا إن الواحد بياخد مراته وعياله ويروح يفطر عند أمه في رمضان. المهم خالته اتصلت بيه: يا إسلام مش هتيجي تفطر عندي يا ابني؟ الخالة والدة، الخالة زي الأم بالظبط، الخالة ده أخت الأم. فقال لها: حاضر يا خالتي هاجي أفطر عندك إن شاء الله. الكلام ده كان امبارح. المهم ساب مراته وساب بنته ورايح يفطر عند خالته في منطقة نايف، قسم تاني طنطا في الغربية. هو الفطار محطوط، المأكولات، عارفين شهر رمضان يحب الأكل، قاعد هو وخالته وولاد خالته. في الدور الثالث فيه تحت البيت فيه قهوة، كافيه، وهم بيفطروا سمعوا زيطة في الشارع، زيطة. بيبصوا من البلكونة لقوا الكافيه أو القهوة اللي تحت البيت فيها خناقة. الخناقة دي فيها واحد من قرايبهم، فإسلام قال: لا ننزل يا جماعة. طب يا ابني كمل أكلك الأول. قال: لا احنا في شهر كريم وده وقت فطار، ما ينفعش نسيب واحد قريبنا بيتخانق ننزل وكل واحد يروح لبيته ونرجع نكمل الفطار. إسلام كان طيب، ده أمه توجع القلب لما تشوف أمه وهي بتتكلم دلوقتي، ربنا يصبرها ولا يكتب على حد.
فإسلام نازل هو وولاد خالته من الشقة بتاعت خالته اللي يا ريتها ما كانت عزمته ويا ريته ما كان راح عندها، بس كلمة يا ريت خلاص ما ينفعش، حرام حتى، دي أعمار. نزل إسلام وولاد خالته. الشيء الملفت للنظر، إسلام ده ضيف، إسلام ضيف ونازل مع ولاد خالته. هو لا يعرف الراجل بتاع القهوة ده ولا بتاع الكافيه ولا يعرف حد خالص، ده هو رايح يزور لخالته، رايح يفطر مع خالته، صلة الرحم. خناقة، نزل هو وولاد خالته تحت. صلوا على النبي يا جماعة، خلاص يا جماعة، خلاص يا ابني، خلاص. ويفاجئ ان صاحب المقهى او الكافيه يسيب ولاد خالاته ويسيب الناس كلها ويجي على إسلام جمال وبسكينة في صدره ويجي خبطه ميت. قال له طب يا بتاع القهوة، ده انت عارف ان ده واحد انت ما تعرفوش اصلا وجاي يفطر عند خالته، وانت خلافك مع راجل بتتخانق معاه، وهم نزلوا عشان يسلك او نزلوا عشان يسلكوا بينكم، تسيب ولاد خالته وتسيب الناس دي وتسيب اللي انت اتخانقت معاه بتتخانق معاه وتضرب إسلام جمال طعنه في صدره تقتله؟ ده اللي خلى الام بتقول ده كان كمين معمول لابني. فالناس بيقولوا لها اختك ممكن تكون هي اللي مرسمه، هي اللي عزمت ابنك، وهي اللي جايه لازم تيجي، وهي اللي كانت مرتبه كل حاجه. فالست يا ناري لا، بتقول لا مش معقول، اختي. ست هتتجنن. هل ممكن فعلا اختها تكون عامله الكمين ده؟ طب ايه الخلافات اللي بين الخالات؟ الاختين دول هل في بينهم مشاكل؟ الام بتقول لا. طيب انا جاي عند ضيف وفي خناقه تحت البيت، انا كخالته هنزله؟ يعني انا عازم واحد عندي في البيت وفي خناقه تحت البيت وده واحد ضيفي، اخليه ينزل في خناقه؟ دي من الحاجات الغريبه. طب ما اولاد خالته نزلوا معاه، اشمعنى اسلام جمال؟ طبعا الام، وهنشوف فيديو لها دلوقتي، وتقول كنت مربياه، يعني انا ما طلعتوش شضلي، ما طلعتوش بلطجي، ده اسلام كان بيتكسف من ضله، اشمعنى اسلام اللي يموت؟ هي اعمار يا امي، ربنا يصبرك. تعال نشوف الام، والله يكون في عونها ونرجع لكم تاني. اللي في قلوب الناس مش عارف طب انا اعمل ايه؟ هو انا ربنا قال لي ربي كده فانا ربيت، فمقابل ما ربيت فجريت النتيجة كده. طيب اعمل ايه بقى؟ يعني ما كنتش ربيت، يعني انا ما كنتش ربيت عشان كان يبقى معايا في ظهري والسنه دي. طب انا ربيت ربنا اولي فإن ربي. طب اعمل ايه بقى؟ يتغدر بيه في بيت خالته، هي مترتبه. خليت واحد من الناس بالاسم بيقول ايه؟ هي دي والدة المتوفي. هو بقى متوفي ده بيقولوا متعور في المستشفى. طب ايه يعني؟ هي كانت خناقه؟ طب هو يعني هو ايه؟ طب هو ليه؟ دي كده مش المشكله بقى، ده الاساس كده في اسلام ابني وتم استدراج. بس مين اللي استدرجه؟ مين؟ اختي اللي هي خالته. شفت الام بتعمل ايه؟ هتموت، مش مصدق. اتصلوا بقى في الاول قالوا لها اسلام متعور، هنخيط التعوير وهو في مستشفى جامعه وهنجيب. بعد كده بعتوا لها تعالي انت محتاجه بتروحي الجسم في قسم تاني علشان ياخدوا اقوالي. قالت اقوالي لا، ابني متعور وبتقولوا هيجي كمان شويه. قال لها لازم، وهي رايحه واحد قال لهم هي دي ام المتوفي. وهي للاسف الست دي بالذات لما تسمع اي اخبار مزعجه نصها التحتاني ما بيتحركش، بتصاب بشلل وقتي. الست هتموت، الله يكون في عونها. الواد لسه متجوز جديد وعنده طفله وشاب زي الفل ويتقتل، هو ما يعرفش هو اتقتل ليه. يقول لك بيت حموده. مين بيت حموده؟ طبعا الموضوع في خلال ساعات الشرطه كانت بتحرياتها بشهاده الشهود ايه اللي حصل، مين اللي ضرب اسلام جمال. قالوا صاحب المقهى. على طول تم القبض عليه، اعترافات تفصيليه، سلم السكينه اللي ضرب بيها
وقال انا معترف بكل شيء، وانا كانت خناقه وانا ضربته. طب انت ضرب اشمعنى هو؟ لا اله الا الله، على راي امه. طب ما ولاد خالته واقفين جنبيه، وليه الطعنه في الصدر؟ برضه نقول لا اله الا الله، عمره كده، اللهم لا اعتراض. بس يعني الحاجه اللي شفناها وكلام الناس معاها، هو راح لخالته، هو كان قايل لك؟ قالت لا ما قاليش ان هو رايح يفطر عند خالته. ليه؟ قالت له ده راجل ومتجوز وعايش مع مراته، لما يروح يفطر عند خالته هو لازم يستأذن مني؟ ما قاليش. يعني السؤال خبيث، عايزين يقولوا ايه؟ هو كان عارف ان في خلاف بينك وبين اختك وراح يفطر عندها وما رضيش يقول لك عشان انت ما تزعليش؟ لكن بتقول مفيش خلافات بيني وبين اختي، بس اختي هتستدرج اخويا؟ اختي هتموت ابني؟ هي بتقول اختي هتستدرج ابني ويقتلوه كده تحت البيت؟ الست الله يكون في عونها، طبعا الست هتشد، لكن اعترافات تفصيليه، وان شاء الله القضاء يرضيك يا امي بحكم يخفف عليك الصدمه دي. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.